المرة دي هحكي قصة باسمي. فارس كان بيحب جدته، بس بعض الأوقات كان بيعملها بقلة صبر، خصوصا لما تقوله تعالى يا فارس كل معايا يا حبيبي، وهو ماسك الموبايل بيقول لا يا تيتا مش فاضي عندي جيم مهم جدا. وفي يوم جدته قالت له ساعدني افتح التلفزيون الريموت مش شغال. فارس قال لها وهو بيضحك انت مش عارفة تضغطي الزرار ده حتى الطفل يقدر. سكتت جدته ومسحت الدمعة بسرعة وهو مش واخد باله. تاني يوم فارس وقع من على السلم في النادي والتوى كحله، ورجع البيت متعصب وزعلان وهو مش قادر يتحرك. مين واقف جنبه يا ترى؟ جدته. جابت الأكل ومسحت رجله وقعدت جنبه لحد ما نام، وهو حاسس إنه صغير جدا جنب طيبتها. صحى من النوم وقال لها تيتا أنا آسف كنت بزعلك من غير ما أحس، وإنت الوحيدة اللي وقفت